اغلب المبتدئين في مجال الموشن جرافيك بيعرفوا يحركوا العناصر، ولكن الحركه بتطلع ناشفه او ممله زي كده. وده ليه؟ عشان دايما بيعتمدوا على ترانسفورم واحد بس، بوزيشن بس مثلا، او سكيل بس، او روتيشن بس. فتعال اقول لك ازاي تدمج الترانسفورم كلها عشان تطلع بحركه مناسبه ناعمه وسلسه وشكلها حلو. البوزيشن واللي مسؤول عن تحريك العناصر من مكان لمكان، يمين شمال فوق تحت. والسكيل المسؤول عن التكبير والتصغير. ايه الرياكشن ده؟ والروتيشن هو المسؤول عن الدوران. لكن سر الحركه السلسه هو دمجهم الثلاثه مع بعض مره واحده. يعني عايز العنصر يجي من هنا لهنا، ولكن وهو بيتحرك يحصل له تكبير او تصغير، ويحصل له كمان دوران بالشكل ده كده. والنتيجه حركه ديناميكيه ناعمه وتشد العين. واكيد انت ملاحظ الفرق بين الحركتين دلوقتي. وكمان ما تنساش تعمل سيلكت على الكي فريمات دي كلها وتدوس F9 عشان يعمل لك ايز والحركه تبقى انعم واسلس اكتر. جربها على لوجو او نص او اي رسمه بسيطه وشوف الفرق بنفسك. وكمان تقدر تبعتها لي عشان اشوفها معاك. انا ابو زيد الهلالي، ارت دايركتور ومدرب دولي. تابعني عشان تشوف كتير من المحتوى ده.